بتاع اللي هو اعلى درجه حراره واقل ضغط. طيب بما ان المحاضره بتاعتنا النهارده خفيفه، فهنختمها بتركايه بسيطه كده كنت اتكلمت عليها قبل كده ونزلتها لوحدها. كنا بنقول ليه احنا بنحط الكنترول فالفز، اللي هو سواء 3 واي ولا 2 واي ولا حتى بي اي سي في فالف. لو احنا بنتكلم بريشر اندبندنت كنترول فالف يعني. ده بنحطهم في الريتيرن سايد بتاع الكولينج كويل، او الهوك اب بيكون في الريتيرن بتاع الهوك اب. ده طبعا انا خدت التركايه دي لان طبعا بشوف من زمان جدا الساده الزملاء، او سواء كبار او صغيرين او لسه متخرجين يعني اسف، فبيقولوا يعني ان احنا بنحط عشان الضغط قليل في الخروج، او يعني عشان تحافظ على المحبس. ممكن نشوف الموضوع ده بطريقه عميقه شويه، وليه انا حطيتها في المحاضره بتاعه الاير سيبريتور. انا حطيتها في المحاضره بتاعه الاير سيبريتور عشان مبدا فصل الغاز او فصل الهواء عن الميه ده احنا قلناه في محاضره الاير سيبريتور، اللي هو بيكون لما الضغط بيكون قليل. لما الضغط بيكون قليل ودرجه الحراره عاليه، يبتدي ان السولوبل اكسجين او الاكسجين المذاب ينفصل عن الميه. طيب زي ما اتكلمنا هنا، طبعا انا كنت ذاكر هنا عشان نفهم ليه الكنترول فالف والبالانس فالف بيتم وضعهم على خط الراجع افضل من وضعهم على خط التغذيه للكولين كويل. محتاجين نفهم المبدا ده. طيب انا المبدا ده اتكلمنا عليه قبل، اللي هو اللي لسه قايله، اللي هو كميه الهواء في الميه، اللي هو الاير ووتر سوليوشن، عند درجه حراره معينه تعتمد على الضغط. حيث الضغط لما بيقل يبتدي الهواء الموجود في الميه يبتدي يترك الميه، اللي هو بوب اوت. اوكي، ده مثال كنا جايبينه كان شهير جدا. مثال علبه الكان بتاعتنا بيكون موجود فيها ايه؟ كربونيتد جاز، اللي احنا بنقول عليها الصودا. اول ما بنفتح علبه الكان، ايه اللي بيحصل؟ اول ما بنفتح علبه الكان الضغط بيقل، فبتلاقي ان الصودا بتفور، او بمعنى اصح الكربونيتد جاز بتخرج من السائل. تمام، وبقى لك السائل ده عشان نشربه وننعنش كده زي ما بيقولوا. طيب طبقا للمبدا ده، لو تم وضع محابس الكنترول اللي هو التو واي والبالانس فالف او البي سي في فالف في خط التغذيه اللي هو الدخول بتاع المعده بتاعتي، هتعمل بريشر دروب، هيقلل الضغط. معنى ان هو هيقلل الضغط ان احنا اتفقنا ان ايه؟ ان السولوبل اوكسجين ده هيبتدي ان هو يسيب الميه ويطلع، وبالتالي هيخش لي على الكولينج، والكولينج كويل نفسه بيعمل لي بريشر دروب، صح ولا لا؟ طيب انا عملت بريشر دروب في المحبس وعملت بريشر دروب في الكولينج كويل، فبالتالي السولوبل اوكسجين اللي نتيجه البريشر دروب اللي حصل هيبتدي ان هو يخرج، وهيخرج لي فين؟ هيخرج لي في الكولينج كويل، وهيقلل لي الهيت ترانسفير، وبالتالي يحدث نويز ويقلل لي الهيت ترانسفير افشنسي اللي انا محتاج ان هو يحصل لي ما بين الميه الساقعه والهواء. والميه الساقعه دي اللي انا دافع فيها فلوس ومحتاج ان هي استفاد بكل جزئيه منها لنقل درجه الحراره المطلوبه والرطوبه المطلوبه. طيب هنا برضو كنت ذكرت النقطه بتاعت مهندسين كتير كان واصل ليهم ان بنحط محابس او بنضع محابس على خط الراجع للحفاظ عليها من الضغط، والكلام ده مش صح. المبدا الاساسي عندنا ان احنا بنحطها على الراجع ان هو عشان موضوع الهواء ومعاقد الترانسفير والنويز. طيب حاجه كمان برضو حابب اكد عليها، ان المبدا اللي كان متعارف عند الناس اللي هو عشان الضغط ده مش صح. اساسا محابس الكنترول ديت ان هي بتكون معمول لها سيلكشن على اعلى ضغط موجود في المنظومه عندي، والمضخات شغاله بالفول هيت بتاعتها، بالفول هيرتز بتاعتها. فبالتالي مفيش خوف اطلاقا على محابس من الضغط. واحنا اتكلمنا في محاضره عن السلكشن بتاع الكنترول فالف، اتكلمنا في محاضره بتاع حوالي ساعه عن انا في المواضيع والسلكشن بتاع الكنترول فالف، وعرفنا ازاي بنعمل سلكشن الكنترول فالف بتاعنا، وعرفنا ان الضغط بتاعي بيكون السلكشن بتاع المحبس ده بيكون محطوط في حساباتي عشان يبتدي يستحمل اقصى ضغط ممكن يكون عندي موظف. فموضوع الضغط ده ان انا ما بحطش المحبس على الضغط ده انساه خالص، الكلام ده مش صح. ايه اللي ممكن يتاثر؟ الاكتويتور نفسه او الفالف سيت. انت عندك في درجات الحراره انت عندك الاكتويتور والفالف سيت بتاعك ده من الفتح والقفل الفتح والقفل، مع تغير درجات الحراره ممكن يحصل سيلمال فاتيج. فالسيلمال فاتيج ده يعني بيحصل لي نتيجه تغير درجات الحراره. طبيعي ان السيستم عندي مش شغال، او المعده عندي مش واصل لها ميه ساقعه، فدرجه الحراره فيها عاليه. اول ما توصل الميه ساقعه درجه الحراره بتبتدي تقل. فده مع الزمن مع الوقت بيحصل لي ايه؟ يعني زي سيرمال فاتيج. فان انا احط المحبس بتاعي في خط الراجع برضو ده هيحافظ لي على الفالف سيت والاكتويتور، نتيجه ان ايه؟ ان كده كده انا حاطه في خط الراجع. خط الراجع ده خلاص انا استفدت من كميه الميه الساقعه في التبادل الحراري، فبترجع لي كده كده اصلا سخنه.
سخنه ده بنبدا ان هي رجع لي 12 او 14 يعني، عشان بس ايه طبعا احنا فاهمين المصطلحات ديت. فرجعت لي ان هي الميه بتاعتي سخنه، فخلاص انا كده كده حاطه على الراجع، فاوريدي اصلا الميه بتكون متعود ان هو يكون سخنه، سواء انا مشغل المضخه او مش مشغلها. فلو مشغل المضخه هتلاقي الرجع بتاعي، لو انا مستفاد من الشيلد ووتر فول افشنسي بتاعتي، هتلاقي مثلا 12 او 14. وفي حاله ان السيستم اوف هتلاقي درجه حراره 20. احسن ما احط انا على السبلاي والاقي ايه، والاقي ان انا مثلا وانا مشغل المنظومه بتاعت درجه حراره واصله لي 6 في السكشن في الانلت بتاع الكولينج كويل. تمام. ولما السيستم بتاعي ما يكونش محتاج الميه الساقعه، درجه الحراره تكون 20، فبالتالي الدلتا تي بقت ايه، كبيره جدا. فانا يعني كده السيت فالف سيت والاكتويتور معرضين للثيرمال فاتيج بطريقه اكبر، فبالتالي لما اقلل الدلتا تي واكون حاطه على الريتيرن، فلو هو 12 او 14 وزاد ل 20، احسن ما يكون هو 6 ويزيد لي 20 في حاله ان السيستم بتاعي اوف، وارجع اشغله تاني. اعتذر. طيب نفس الفكره برضو، عشان كده قلت لك ان يعني انا ذكرته في موضوع محاضره الايرسبريتور عشان النقطه دي، انا قلت لك انا كده كده نفس الفكره اللي بعملها في فصل الهواء، ان هو في الايرسبريتور عشان كده بنحطه في ايه، في السكشن بتاع المضخات عشان بيكون اقل ضغط واعلى درجه حراره. بس كده انا يعني حبيت بس ان انا ادي التركه دي ونختم بيها المحاضره بتاعتنا، وان شاء الله موفقين، واشوفكم في محاضره جايه ان شاء الله. شكرا.